حاجة. عايزين نتكلم فنيًا عن الأهلي وليه الأهلي بيواجه مشكلة من بداية الموسم عكس التوقعات. الناس كلها قالت قبل الموسم بالصفقات اللي الأهلي جايبها إن هو هيكسب بطولة أفريقيا قبل ما تبدأ وهيكسب الدوري وهيكسب كل البطولات. الدوري بدأ، الأهلي ترتيبه الرابع دلوقتي في بطولة أفريقيا، أداؤه مش مقنع خالص. في كأس مصر طلع من كأس مصر، عنده فجوة ما بين الأساسي والاحتياطي، وده كله راجع ليه؟ لأن سكواد الأهلي في المرحلة ديت اتبنى غلط. انا الحمد لله من اوائل الناس اللي كنت متوقع الموضوع ده. ولما كولر كسب بطوله افريقيا مع الاهلي، لما رامي ربيعه جاب جون في الترجي، انا قلت الصراحه يا ريت كولر يمشي بعدها. ليه بقى كولر يمشي بعدها؟ لان دلوقتي في عز ما الاهلي كان باين ان هو فريق قوي، الفرقه كانت اتاكلت. دي حاجه. الاهلي قبل الموسم الناس كلها قالت ان هو هيكسب كل البطولات، نفاجئ ان هو رابع الدوري المصري، خرج من كاس مصر، وفي بطوله افريقيا ما شكله مش كويس، والناس بتقول ان هو صعب ان يكسب البطوله. الكلام ده كله راجع لايه؟ راجع دلوقتي لتخبط اداري وتخبط اعلامي من اعلام الاهلي، وضحكوا على الجمهور وفهموهم ان الاهلي هيكسب كاس العالم للانديه. وكله كان بيتكلم بيقول الصفقات. في فرق ما بين الجوده والكميه. الاهلي جاب كميه كبيره مع جوده قليله، وانا قد كلمتي. اولا الفريق عشان يتبني بعد توفيق ربنا بيتبني بمدرب قوي، مع اسكواد بيكون العمود الفقري بتاعه حارس مرمى قوي، مدافع قوي، خط وسط جامد جدا، ومهاجم بيترجم النص فرصه. كان عنده قبل كده فريق الاهلي بتاع كولر، ايام كولر وموسيماني، كان اقوى من الفريق اللي موجود. واحد هيقول له ازاي؟ هقول له بالنتائج. اولا الاهلي كسب بطوله افريقيا ببيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا، اللي هم زيزو بياخد فلوس قدهم كلهم، وهم كانوا انتاجيتهم وفعاليتهم في الملعب اكتر. طول عمر الاهلي بيلعب باسم الاهلي. دلوقتي اللي موجود مهاجم ما بيعرفش يلعب كوره اسمه كموش، كان موجود قبل كده مهاجم سفاح اسمه اسامه ابو علي. خط الوسط طلع منه ناس كانت بتحب الاهلي، حمدي فتحي والسوليه، واخرهم ديانج اللي هيمشي بسبب سوء الاداره وسوء التخطيط. الراجل الثلاثه دول احسن مليون مره من اللي موجودين، كانوا عارفين قيمه تيشيرت الاهلي. الاهلي كان عنده في خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم، لما طلعوا ما حدش عوضهم. يعني الاهلي كان علي معلول ومحمد عبد المنعم هم اللي شايلين خط الرباعي بتاع الدفاع. دلوقتي هم طلعوا، والمدافعين اللي موجودين مستواهم قل كمان، اللي هو ياسر ابراهيم ومحمد هاني. يعني الاثنين اللي كانوا بيغطوا على غلطاتهم مشوا، ودلوقتي اللي موجود اي كلام. يبقى منين بقى خط الدفاع قوه؟ انت دلوقتي رحت جبت محمد عبد المنعم من فيوتشر، تالق وبقى اسطوري، مشى. جبت واحد اسمه اشرف داري ما شفناهوش بيلعب مع الاهلي. ياسين مرعي لسه قدامه شويه. رامي ربيعه مشى، مش هقول رامي ربيعه نستا، بس كان واقف على رجله وهو مشى. مبارك ان هو مشى. علي معلول بقى، الاهلي اتعامل ان علي معلول ده مثلا مش هيدخل الحمام مثلا او حاجه، لا فجاه معلول كبر واصاباته كترت والكلام ده كله. حتى لو انت طالما انت ما جبتش البديل بتاعه وجهزته من بدري، ما كنتش تمشيه غير لما تجيب البديل بتاعه.